اتفضل. في البداية أحب أعرفكم باسمي. أنا منى محمود فرج، مدرسة الطائف التجريبية للغات، الصف الثاني الإعدادي. أنا جيت هنا ما كنتش عارفة السبب الرئيسي، بس كل اللي أعرفه إن إحنا كنا بنتكلم عن حقوق الطفل. بس أول ما بدأنا بحاجة اسمها مشاركة، بدأنا نتعرف على الزملاء اللي كانوا معانا من مدارس مختلفة من جميع أنحاء إسماعيلية. بدأنا نعرف أسامينا ونعرف لغة الحوار إيه، تعرفنا على نفسنا وعلى بعضنا، فهمنا كل واحد فكرته الأساسية إيه بالظبط. حبينا لغة الحوار اللي اتكلمنا بيها، حبينا بعضنا، حبينا المشاركة. بعد كده لما دخلنا ان احنا نتكلم في موضوع حقوق الطفل، اتعلمنا حقوق كتيرة جدا، زي حق الطفل في التعليم، حق الطفل في الحرية، حق الطفل في عقيدته، حريته في التعبير عن رأيه بكل صراحة وبكل وضوح، حريته في التعامل مع الناس، حريته في حب الآخرين. وعرفنا كمان حقه في انه يعيش حياة حرة مع أسرة مستقلة، يعني ما يبقاش باباه في مكان ومامته في مكان تاني، يعيش حياة كويسة وحياة مستوى معيشي يضمن له الحياة الترفيهية بتاعته، يبقى في نفس الوقت بيتعلم كويس وبياكل كويس وبيدرس كويس بنفس مستوى الدخل بتاع باباه ومامته، ويعيش حياة اجتماعية كويسة. شكرا يا مدى. عفوا. ايه ده؟ ايه رأيك؟ أنا اسمي عليا مدحت من مدرسة الطائف التجريبية للغات، الصف الثاني إعدادي. احنا جينا هنا أول ما بدأنا إن احنا ازاي نتعامل مع بعض، ازاي نتكلم مع بعض، كل واحد عرض فكرته بكل حرية وبكل أدب في الحوار. أنا مثلا فكرتي ما كسبتش، غيري فكرته كسبت، عرفنا ازاي نوصل مع بعض لفكرة واحدة تفيدنا وتفيد مجتمعنا ومحدش يبقى زعلان. بعد كده اتكلمنا عن حقوق الطفل، عرفنا إن الطفل فعلا ليه حق وإن هو المفروض يحافظ على حقه ده، ازاي إن هو يتعامل معاملة كويسة، محدش يهينه، محدش يأذيه، اما ما يشتغلش في سن اقل من السن القانوني بتاعه، يتعلم، يتكلم بحرية وبصراحة. شكرا. شكرا.